بعدها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سعيد العشيشي، صحفي لقناة الديزاد نيوز. سيد الوالي، أنت مشكور على الاستضافة على هذه الندوة الصحفية وكل المجهودات التي تقوم بها، ونشكر كذلك الزملاء على الحضور. سيد الوالي، هناك عدة تساؤلات أريد أن أطرحها، ولكن السؤال الذي أراه أكثر أهمية حسب وجهة نظري سيد الوالي أسباب تعطيل المشاريع وعدم تسوية الملف. هناك سيد الوالي 3 مقاولين ببلدية طلعسة تعطلت الملفات وعدم التسوية في الدفع أو عدم التقاضي الراتب الخاص بالمشاريع. المشاريع التي تم إنجازها أنا وهي مشروع السوق الأسبوعي، وكذلك مشروع ترميم المدرسة، وكذلك مشروع بناء الخزان يعني شاطئ. سيد الولي، مع العلم انه بعض المقاولين هذو اللي يخدموا المشاريع راهم على افلاس، ما عندوش باش يخلص. اقتنوا سلع، جابوا المواد البناء ومدوا شاك ضمان، دوك ما عندوش باش يخلص صاحب السلعه، ما عندوش باش يخلص. دوك راه حابس صاحب السلعه، راه يقلق فيه، يقول له اعطيني دراهمي، هو مدلو شاك ضمان، يقولوا فوتك للشرع. راهم في ورطه، راهم صابوا روحهم حاصلين، جاو ما يخدموا صابوا روحهم حاصلين. سيد الوالي، مع العلم ان سيد الوالي بلدية طلعسة راهي في انسداد، راه المجلس تاعها مجمد. ما كاينش اللي حب يتحمل مسؤوليه، يقول لك انا انسني. شاف دايره قال لك انا خاطيني. الامين تاع البلديه اللي راه حاكم دروك قال لك انا خاطيني، ما خدمتوش، انا ما كنتش مسؤول. دوك شكون اللي يتحمل المسؤوليه تاعهم؟ شكون اللي دروك كيفاش يديروا؟ دوك هما دوك خدموا وما يتقاضاوش، ما يتقاضاوش. نطلب من السيد الوالي الولايه ان شاء الله بربي تشوف لنا في هذا الطلب ويتهنى. نطلبوا منك سيد الوالي تشوف لنا في هذا الطلب ويتهنوا من هذا الامر ويتقاضوا الراتب تاعهم ويتهنوا ان شاء الله بربي. هذا واش الطلب تاعنا ان شاء الله. هذه رساله حملوها لهم هذو المقاولين، راني وصلتها لك سيد الوالي. المقاولين هذو 3 اللي تاع طلعسة الخاصين بالسوق الاسبوعي وترميم المدرسه والخزان. ربما راك عطيتني معلومات اللي عاود تاكدتها لي، لانه هذا وقع فيه تسيير متقطع، مش متقطع يعني سكسيسيف لبلدية طلعسة، وين سيجوز من فترة الوالي رئيس الدائرة السابق اللي راح، اللي مرض وراح، سير البلدية لفترات مختلفة رئيس دائرة تنس. وهناك تسيير حاليا من طرف الأمين العام، وين وقع فيه مشكل تاع إمضاء. إذا كان عطيت تعليمات باش كل رئيس دائرة حتى اللي راهو في البيت نتاعو اللي راح لرئيس دائرة اللي يتفاهموا وخرج التقاعد وخرج على التقاعد، كاين وثائق يمضيها. رئيس دائرة تاع تونس كيف إذا سنعود للفترات، كل واحد الفترة نتاعو يمضي الوثائق ونحل المشكل.